على مهلك. عامله ايه يا ياسمين؟ الحمد لله كويس. ايه جايه منين كده؟ كنت في الشغل الله يقويكي. طب انت كويسه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله كويس، طول ما انا شايفك كويسه يعني. يا رب دايما. ايه الدنيا معاكي؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله، تحمدي على خير يا رب. اخواتك عاملين ايه؟ تمام والله الحمد لله بخير. لو محتاجين حاجه انا موجود. تسلم. اي حاجه محتاجينها وانت في الشغل يعني، شوفوا هم عايزين ايه وانا معاهم. انا عارفه ان انت جدع وبتعتبرنا الولاد الصغيرين زي اخواتك. اكيد كمان. طبعا، لو في اللهم اي ربنا حاجه اللي أكيد. يعلم زي اخواتي واكتر من اخواتي كمان. تسلم يا رب. لو في اي حاجه اكيد هلجأ لك انت، يعني أكيد. انت جاري، اكيد مش هلجأ لحد غريب. ماشي، وانا هستناك لو احتجتيني في اي وقت هتلاقيني. متشكره قوي يا زياد. شكرا لله. تسلم. طب انت محتاجه حاجه دلوقتي؟ لا سلام. طب محتاجه حاجه من بره جاي اجيبها معاك؟ لا انا جبت كل حاجه معايا وانا جاي. طب محتاجه حاجه وانا راجع اجيبها لك؟ شكرا. بجد؟ ربنا يقويك على شغلك يا رب. يا رب. طيب ماشي، هستأذن انا. ماشي اتفضل. سلام. ازيك بابا وماما عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله، بيسلموا عليك. بسلم لي عليكم. يبقى اطلعي سلمي عليهم، كده كده مش موجود يعني، يبقى اطلعي وسلمي كده. والله ببقى عايزه اطلع بس هو الشغل اللي بياخدني، بس خلاص. هبقى احاول اطلع له. هبقى اسلم لك عليهم. ماشي. يلا، عايزه حاجه؟ اتفضل يا زيد. شكرا مع السلامه. الو. ايه يا محمد؟ هي يا بابا. فين؟ انا خارج. خارج فين يعني؟ قاعد على الكافيه مستني ياسمين. ياسمين؟ تاني ياسمين؟ ايه بس يا بابا، مالها ياسمين؟ يا ابني انت مش قلت معاها اخواتها ودول مسؤوليتها؟ انت مجنون تاخد واحده ومعاها اخواتها ومسؤوليتها؟ انت فاهم انت بتعمل ايه ولا لا؟ يا بابا انا اللي يهمني ياسمين، انا بحب ياسمين وهي بتحبني. محمد، نعم يا بابا. ما تكترش معايا في الكلام، انا رافض الموضوع ده من اساسه. انت فاهم؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اخرت عليا كتير. معلش الطريق كان زحمه شويه. مش متعود منك على كده. الطريق والله مش انا. ايه الحلاوة دي؟ تسلم. انت اللي عينك حلو. طب ده أنا كده بقى غير عليكي بقى من كل اللي رايح واللي جاي. لا مش مستاهله قوي كده يعني. انت ايه الاخبار عندك؟ طمني. باباك ومامتك ايه الدنيا؟ بص والله يا ياسمين، انا عمال احاول معاهم كتير اوي، مش عارف، متمسكين اوي برأيهم. هم حابينك مش كارهينك، بيحبوا ياسمين قوي، وانت عارفه ماما بتحبك قد ايه ومتمسكه بيكي وتتمنى ان انت تكوني معانا. بس سبب رفضهم موضوع جنة وساندي. بابا كل شويه يقول لي يا ابني انت كده يعتبر متجوز او هتتجوز واحده بولادها. يا بابا دول اخواتها مش ولادها. يقول لي لا، هم في رقبتها وفي مسؤوليتها ومش عارف ايه والكلام ده كله. ثم اختها داخله على ثانويه عامه، يعني محتاجاها جنبها، يعني وانا ناوي لما يوم ما هجوزك في خلال شهور. فهتقعد بقى مش مهتميه بيك، ولا تهتم باختها، ولا يكون في بطنها حمل ولا حاجه. كلام كده بيقعدوا يتكلموا فيه، بس انا برضو هفضل وراهم عشان مش هقدر اتخلى عنك. والله يا محمد انا متضايقه من نفسي ان انا حطاك اصلا في الموقف ده او ان انا السبب فيه، ولولا فعلا ان انت غالي عندي جدا وما اقدرش اتخيل حياتي مع حد تاني كنت ريحتك من العبء ده كله وكنت انسحبت انا من الموضوع. تنسحبي ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا ياسمين؟ يا دي حاجه لا محمد بايدك ولا بايدي يا بابا. بصي احنا لو لينا نصيب في بعض صدقيني مفيش قوه في الدنيا تمنعنا عن بعض. انا كل اللي يهمني حاجه واحده، ان انا ما اقلش في نظرك من اي شيء، ويفضل حبك ليا هو زي ما انا ما بحبك. انت عارف قيمتك وغلاوتك عندي قد ايه يا محمد، وعشم في ربنا ان شاء الله ان يهدي اهلك ويوافقوا باذن الله. صدقيني. وصدقني انا مش هحسسك بعبء اخواتي خالص، انا كده كده بشتغل وانا وبصرف عليهم. جنة وساندي هيبقوا في عينيا قبل منك كمان. لا انا مش حابه كده عشان برضو اهلك حتى لو وافقوا ما يجوش بعد الجواز ويحسوا ان انا يعني كنت بستغلك او كده. انا كده كده شايله مسؤوليتي واخواتي في رقبتي مش في رقبه حد، يعني مش هتحس بوجودهم. سيبك بقى، هما ما جوش معاكي ليه؟ انا كنت عايز اشوفهم. جنة وحشتني قد كده. انت كمان وحشتهم وبيسالوا عليك. خلاص يبقى نعمل حسابنا بقى بكره نخرج كلنا مع بعض. ان شاء الله ربنا ييسر. هشوف كده احاول اظبطها في الشغل واستأذن بدري شويه زياده وهتابعك بالتليفون. هو حقك عليا، مش عايزك تزعلي من بابا وماما، صدقيني والله هما بيحبوكي. انا مش زعلانه منهم والله يا محمد، انا زعلانه من الموقف اللي احنا فيه وزعلانه ان هم مش مقدرين ان انا دي مسؤوليه ما اقدرش اتخلى عنها غصب عني، ملهاش علاقه. خير.
سيبي على الله. ونعم بالله. وان شاء الله ان شاء الله ان حصل نصيب يا ياسمين، انا وده متفائل في ربنا في الموضوع ده، ان شاء الله ان حصل نصيب صدقيني انا مش هخليهم محتاجين اي حاجه. انا مش عايزه برضو كده، الموضوع ده شيله من دماغك خالص. انا لا. كل اللي عايزاك تفكر فيه هو ان احنا نكمل مع بعض ونتجوز ويبقى لينا بيتنا. محمد انا بجد انا ما اقدرش اتخيل حياتي مع حد تاني. خلاص انا انت مش ازاي فاكره اصلا دماغك تستوعب انها توصل للمرحله دي؟ ياسمين انت بتاعتي انا وملكي انا. هو ده الامل اللي انا عايشه عليه يا محمد. لا دي حقيقه مش امل. بجد يا محمد. طبعا. ماشي. انا مطمنه اصلا، يعني كده اطمنت اكتر. يوم ما اخلع اسناني كده وشعري يبيض واعجز بقى ساعتها تقولي لي ايه؟ لا خلاص انا مش عايزاه. لا انا هبقى برضه كبرت عجزت شعري بيض، انت هتكبر انت ما لوحدك. بتكبريش انت. طيب يلا بينا نروح ناكل لقمه كده. ماشي، وتوصلني وبعدين تروح شغلك بقى عشان انا كده اخرتك قوي. ماشي يا حبيبي. يلا. ياسمين اخرت قوي في الشغل كده ليه؟ انا هبعت لها كلمني شكرا. ماشي. هي بترن. طب ردي. الو. ايه يا فندم؟ يا حبيبتي عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه بعتيلي كلمني شكرا، رصيدك خلصان ولا ايه؟ ايوه خلص. طيب يا حبيبتي هبقى اشحنك. انت عوضتي كده ليه يا ياسمين؟ معلش انا اتاخرت شويه في الشغل، بس انا خلصت وجايه اهو في الطريق، يعني 5 دقايق بالكتير تلاقوني عندكم. طيب ماشي، هاتلنا اكل وانت جايه. حاضر يا حبيبتي. وعايزين نقولك على كام حاجة. وما تيجي هنقولك كده على كام حاجه، وهاتي معاكي حاجه حلوه كمان. ماشي حاضر، يبقى عايزين اكل وحاجه حلوه. اه. عايزين حاجه تانية؟ لا. ماشي انا مش هتاخر عليكم. ماشي. يلا خلي بالكم من نفسكم. ماشي. سلام. بقولك ايه، ما تيجي نروق الشقه كده عقبال ما تيجي؟ لا انا هلعب. طيب العبي وانا هقوم اروق. ماشي. ادخل. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد ايه لله. الزياره الجميله دي؟ انت اجمل. بقول لك ايه، انا عايزه اسال، هو الحسبه بتاعتي كده صح؟ علشان انا راجعتها كذا مره بس كل مره بحس ان في حاجه غلط. ايه يا محمد، قلقتني، ادخلها المدير ولا لا؟ لا فيها حاجه غلط. انا حاسه كده. طب بقول لك ايه، ما تراجعها لي كده وانت قاعد كده على اللابتوب. انت ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بص انا قعدت احاول في الورق دوت 1900 مره ومش عايزه ادخل الميزانيه بالشكل ده بصراحه عشان لا هي فعلا فيها غلط في الاخر اهو، بس ان شاء الله سهله على الجمهور بسرعه. طيب شوفها كده. امال ايه ده؟ انت كنت بتشتغل؟ فداكي. انا اسفه والله. انا عارف. انت عملت الميزانيه بتاعت الشركه الاخيره اللي كان مديها لك استاذ عمرو؟ بصي انا هتعدلي ده. تمام. ماشي. ممكن اعلم عليها. تمام. هتعدليه بدل ما هو 12 هتخليها 13. تمام. هتلاقيها ظبطت معاكي الناتج الاخير. اكيد. المليون ده هو اللي كان مبوظ الدنيا. خلاص ماشي. اوكي تمام. ماشي. طيب بصي، بتقولي ايه؟ معلش انا اسف. بقول لك عملت ايه في الميزانيه بتاعت الشركه الاخيره اللي اداها لك استاذ عمرو؟ لا ده انا عايز اقول لك طلعت عيني بجد؟ انا عندي حاجات ملخبطه قوي. ليه بقى؟ صادر، وارد، مرتجع، هالك، مش عارف ايه، فجاي بقى في الميزانيه لا في حاجات كتير قوي غلط، فلسه هبعت بقى يطلع الفواتير من الحسابات وي بحاول اشوف الدنيا في ايه. طيب انا كان استاذ عمرو قايل لي عايز ميزانيه شركه الندى. وانا رحت رجعت بس في ايصالات كتير قوي ناقصه، فانا مش عارفه اعديها ازاي، وهم بيقولوا دي مش طالعه كايصالات، ما اخدوش بيها ايصالات، فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه في موضوع الايصالات. طيب. اعديها ولا اقف عليها ولا اعمل ايه؟ مين الموظف
اللي كان مودي الحاجات دي وما ادوش الايصال. قالوا ان الموظف المحاسب اللي كان موجود في الشركه مشي. طب الموظف بتاعنا احنا مين اللي راح له؟ انا وكان معايا بسنت. خلاص يبقى انت مثلا نفترض ان انت عملتي معاهم بتاع ده صفقه 2 3 4. هتيجي قدام الاربع صفقات دول وهتروحي كاتبه بدون ايصال بمعرفه بسنت او ندى كده. تبقى انت عارفه ان دول بدون ايصالات، هتجمعي اللي بالايصالات وهتدبسيهم ماشي، واللي بدون ايصالات دول هتطلع لهم شيته من على الاكسل. طيب ايه رايك؟ انا بفكر يعني كتفكير، يعني انا باخد رايك، انا بفكر كل الحاجات اللي هي ما فيهاش ايصالات ديت اطلعها تحت بند مصروفات داخليه. لا هتعجز او للاسف هتعجز معاك، او اكراميات وفي الاخر هتلاقي عندك في المبلغ، بس المبلغ كبير قوي ان هو يطلع 200,000 اكراميات. يعني انا دلوقتي طلعت مثلا ان يكون 10 دفاتر من ده 8 بايصالات، كان عندي مثبت كده ان انا بعت في الطبيعي كام 8. طب الاثنين اللي التانيين اتباعوا بدون ايصال، هيبقى عندي كده عجز ايه؟ عجز دفترين. صح. هو نفس النظام اللي معاكي حسابيا. لا ما ينفعش، ما ندخليش بند مكان بند. بصي يا ندى، استاذ عمرو جمال في الحاجات دي شديد جدا وبيدقق، وسبب ان هو متمسك ب لجنه الحسابات اللي عنده اللي هنا والاداره كلها ان هم اشطر ناس، فاحنا مش عايزين خالص نغزله. انا فاهمه كل ده، بس الشركات اللي احنا بنتعامل معاها اقسم بالله انا بحس ان الايصالات اصلا مش موجوده. طيب احنا ممكن نعالج وفي معالجات كتير. خلاص خلصي بس اللي في ايدك ده وان شاء الله دخلي له استاذ عمرو، واي حاجه تقف قدامك تعالي وانا تحت امرك. انا اسفه يا محمد بجد والله، انا وجعلك دماغك، حقك عليا بجد. لا مفيش مشكله. ماشي انا هقوم اشوف شغلي كده. ماشي يا ندى، بعد اذنك. مع السلامه. ساندي، ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. ايه وحشتوني. وانت اكتر. ايه ذاكرتوا ولا قاعدين بتلعبوا من ساعه ما نزل؟ لا هي كانت بتلعب وانا روقت الشقه. روقت الشقه بترشيني يعني عشان اقول لك تعطلت عن المذاكره، فده حجه. لا يا حبيبتي ما تروقيش الشقه وابقي ذاكري، ماشي. مالكيش دعوه بالشقه. ماشي. وانتي بتلعبي ليه؟ ما ذاكرتيش ليه؟ كنت منزله لعبه جديده على التليفون فكنت بلعب عليها. انا اللي غلطانه ان انا جبت التليفون ده من الاول. بقول لكم ايه، انا مش فاضيه لصداعكم ده، انا راجعه تعبانه وعايزه اقوم ارتاح شويه. ماشي. عندكم الاكل والحاجه الحلوه تمام؟ يلا. مالكم عاملين كده ليه؟ كانكم عاملين عامله بس انت وهي. تيجي بقى ناكل الحاجات دي كلها. ماشي. ماشي. ايه بقى يا محمد؟ إيه يا سيدي جبتني نزلتني على ملا وش كده ليه؟ ده انا قلت في حاجه، انا لسه كنت يا دوب راجعه البيت ما لحقتش حتى اكل، دخلت ارتاح شويه لقيتك بتكلمني تقولي انزلي لي حالا. ايه الحكايه؟ مالك؟ في مشكله في الشغل ولا حاجه؟ لا. طب في ايه؟ مشكله في حياتي. حياتك؟ ياسمين، انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ طبعا يا محمد عارفه. وعارفه ان انا عمري في حياتي ما كنت كداب في اي كلمه بقولها لك او مشاعري من ناحيتك. عارفه طبعا يا محمد اكيد، بس الكلام ده لازمته ايه دلوقتي؟ الكلام ده لازمته ان اهلي واقفين ضدي في موضوع جوازنا. ايوه انا عارفه الموضوع دوت وعارفه ان انت بتحاول يعني تقنعهم. بصي ما اكدبش عليكي، انا قبل ما نقعد انا وانتي امبارح مع بعض وهو اتصل عليا، ولما عرف ان انا معاكي بهدلني في التليفون، فقلت عادي اتقبل كلامه والدنيا دي لحد ما اروح واحاول اتكلم معاه تاني. كلمت خالي وكلمت عمي وجم على البيت وقعدوا معاه، للاسف رفض خالص. ايه كمان؟ رافض لدرجة كبيرة، مش عارف. أول مرة بابا يقول لي الكلمة دي، يقول لي أنا يا ياسمين. يعني مش عارف هو ليه حطك في مقارنة ما بينك وما بينه، ما اعرفش ازاي. حتى الشقة اللي كنا هنتجوز فيها اللي أنا بنيتها
طوبه طوبه وعملت كل حاجه فيها على راي على ذوقك انت وبرايك انت والوانك انت وكل حاجه انت اللي عاملاها فيها. يقول لي اعمل حسابك، لو خدت ياسمين ما تدخليش بيت ولا انت ولا هي، والشقه دي انا هبيعها. مش عارف اعمل ايه. هتعمل ايه؟ خلاص باباك عمل وقال كل حاجة واضح ان انت مفيش في ايدك اختيار غير ان انت تخضع للي هو عايزه. صدقني يا ياسمين، انا اذا كنت عايز ارضى ابويا وعشان ربنا ما يغضبش عليا، لكن انا متمسك بيكي لاخر لحظه. انا عارفه يا محمد، بس على فكره السبب اللي باباك رافضني عشانه ده مش سبب، يعني دي حاجه عاديه وارد جدا ان هي تحصل مع اي حد. وعلى فكره ما هما كمان مسؤوليه معاك، وانا برضو كنت هحطهم جوه عينيا، بس انا ما فكرتش كده. لكن هما حسبوها معايا بالورقه والقلم قوي، كأن انا فيا عيب لشخصي. ودمت انا عارفه نفسي ان انا كويسه وحياتي طبيعيه ما فيهاش حاجه شاذه، يعني عادي ان انا عندي اخوات، يعني ان بابا وماما توفوا فعادي طبيعي ان هما معايا. انا مش شايفه ان دي حاجه عيب، بالعكس انا كنت شايفه ان المفروض باباك ياخد الموضوع بشكل ايجابي مش سلبي، وان انا واحده كويسه ويعتمد عليها واصيله. بس واضح ان ما عادش في الكلام ده في الزمن ده، كل الناس بتشوف الامور من بره بس. مش موضوع من بره، انا بالنسبه لي ساندي وجنة مش عقبه، لان انا متمسك بيكي. بالله عليكي بالله عليكي، انا ماسك نفسي بالعافيه. انت اصلا مش عارف انت جاي تقول لي ايه. انت ياسمين، هو هين عليا ان انا اقعد معاكي القعده دي واقول لك الكلام ده؟ انت قضيت على حياتي، انا مش لاقي كلام اعبر بيه عن المشاعر اللي انا حاساها دلوقتي. مش قادره اسمع اكتر من كده، بجد مش قادره. ايوه، احنا لازم ناخد قرار. انا مش في ايدي حاجه، انا كل اللي كان إيه؟ في ايدي ان انا استنى الراجل اللي انا بحبه عشان يجي يتجوزني. الموضوع كان في ايدك انت، وواضح ان الموضوع ما بقاش في ايدك انت كمان. فمعنى كده ان احنا ملناش نصيب في بعض يا محمد؟ معقول؟ مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق. اي حاجة كان ممكن اصدقها الا كده، اي حاجة تانية. صدقني دماغك دي غاليه عندي قوي. هتفيد بايه دموعي دلوقتي؟ هتفيد بايه وانا خلاص. انا مش قادرة حتى اسمع منك كلمة وداع، مش قادرة. غصب عني غصب عني، مش قادر مش عارف اكمل معاكي، وفي نفس الوقت مش عايز اخسر ابويا. وانا ما يرضنيش ان انت تخسر باباك، اكيد. ربنا يوفقك يا محمد، بس انا اخر واحده ممكن تدعي لك الدعوه دي. انا همشي من غير سلام ومن غير وداع يا محمد، عشان انا مش هقدر انتهي. مش عارف القرار اللي انا اخدته ده صح ولا غلط. الله يسامحك يابا، الله يسامحك انك تحطني في المقارنه دي.
ياسمين مالك؟ قومي قومي حاجتك بتاع، قومي في ايه؟ قوليلي في ايه طيب؟ طب تعالي نقعد، تعالي. اهدي. مالك؟ مفيش يا حبيبتي، مفيش، ما تتخضيش. مفيش حاجة. امال بتعيطي كده ليه يعني؟ مفيش حاجة. قولي مالك. مفيش حاجة، بس سيبيني لوحدي يا سندي عشان خاطري. طب قولي الاول مالك. تعبانة شوية، تعبانة قوي. ممكن ما اقدرش انزل الشغل الايام الجاية دي. ليه؟ تعبانة كده، حاسة بشوية تعب. كنت عند الدكتور قبل ما اجي، قالك ايه يعني؟ قال لي ان انا محتاجة ارتاح. طيب معلش. طب ريحي جوه. طيب ايوه صح، انا محتاجة اقوم ارتاح جوه. خلي بالك من اختك وكلوا، متستنونيش على الاكل. ماشي، تعالي انا هوصلك لجوه. مش عارفة مالي، مش عارفة. ايه ده؟ مالك يا محمد؟ محمد مالا؟ في ايه؟ انت سرحان خالص. مفيش. عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. معلش انا مستر عمرو جه؟ انت مالك في ايه؟ في حاجه مضايقاك وباين قوي، والموظفين كلهم عمالين رايحين جايين يتكلموا في الموضوع. قلت اجي اطمن عليك. باباك كويس؟ كويس الحمد لله. طيب في حاجه في البيت؟ في مشكله ولا حاجه؟ والله انا مش عارف، بس هو بمر بظروف نفسية كده خانقاني كده ومضايقاني. خير؟ لو حابب تحكي لي احكي لي. مش عارف اقول ايه. بص انا مش قصدي اتدخل والله في امورك الشخصيه او كده، بس بجد انا متضايقه عليك فعلا حقيقي، ومش معقول يعني تفضل في الحاله دي واسيبك. في ايه؟ خير؟ مالك يا محمد؟ انت قلقتني قوي. في حاجه معاك؟ محتاج فلوس؟ طيب امال مالك محمد؟ هو انت بتعيط ولا ايه؟ اهدى، صلى على النبي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا محمد عشان الموظفين اهدى. في ايه بس يا محمد؟ الموظفين اللي رايحين واللي جايين دول هيتكلموا صدقني. في ايه؟ طمني طيب. انا اول مره اشوفك في الحاله دي بصراحه. قول في ايه؟ لا زي ما قلت لك، بس ظروف نفسية بمر بيها. طب ايه رايك نخرج نتكلم على اي كافيتيريا كده بره؟ ممكن بعد الشغل اكون هديت حتى شوية. متاكد مش عايز تحكي لي دلوقتي؟ عشان انا مش هقدر اسيبك يعني بالحاله ديت. لا انا بقى كويسة ان شاء الله. طمني انتي، الشغل ماشي معاكي ازاي؟ ماشي الحمد لله. طيب تحب اطلب لك عصير ليمون؟ مش عارف ازاي انا وصلت للمرحلة دي، بس ان شاء الله بقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كويس. انا متاكده ان انت تعرف تبقى كويس، بس انا زعلانه على حالتك قوي دي. يعني عمري ما شفتك في الحاله ديت، مش عارفه اقول لك ايه. صدقني ده شعورك الطيب ده والله على راسي من فوق. انا اللي عايزك تسامحيني ان انا ملخوم عنكم اليومين دول ورامي عليكي شغل كتير. ولا يهمك، احنا دايما بنشيل بعض يعني. بس انا فعلا مش مركز وخايف اتلخبط في حسابات الناس وحسابات الشركه. متقولش كده، سيبها على الله. بعدين انا موجوده.
بس انا مش عاجبني حالتك تفضل كده كتير ليه يعني؟ فك كده، مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه الدرجات دي تخليك مكتئب وتيجي مش مركز وبتعيط طول الوقت بعدين الناس هتقول ايه يعني؟ الموظفين كلهم بيتكلموا، حتى عم حسن بتاع البوفيه عمال يتكلم في الموضوع، فانا مش حابه ان انا اشوفك كده بصراحه. حاضر. مهم استهدى بالله وصلى على النبي وان شاء الله خير. وبجد لو بتعتبرني يعني انه زمايل وكده، انا حابه ان انا اسمعك، ولو عندك اي مشكله انا هسمعك. صدقيني والله هنقعد مع بعض نتكلم واقول لك كل حاجه، بس انا دلوقتي فعلا مش قادر. هسيبك على راحتك، ولما تحب تتكلم معايا انا موجوده. ماشي. ماشي. وكتر خيرك. ماشي. هننزل النهارده بعد الشغل نتكلم ان شاء الله باذن الله. ماشي يا محمد. طيب انا هقوم كده عشان عندي كام شغل كده، كام حاجه عايزه اخلصها واقدمها للاستاذ عمرو. يلا ربنا يقويك. لو في اي حاجه معاك انا ممكن اخلصها لك. لا ما استلمتش اصلا شغل النهارده. متاكد؟ ما استلمتش شغل. طيب انا هسيبك وهاجي اطمن عليك كمان شويه، ده بعد اذنك طبعا. ماشي يا نور. ماشي بعد اذنك. مع السلامه. وحشتيني يا ياسمين. يا ترى عامله ايه دلوقتي؟ يا ترى الضحكه الحلوه دي لسه على وشك ولا رايحه؟ وحقك عليا، تصدقيني غصب عني. زي ما انت ما بتتعذبي انا كمان بتعذب، يمكن بتعذب اكتر منك. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. ياسمين فين؟ بقى لي كام يوم كده ما بشوفهاش خارجه من هنا ولا رايحه الشغل ولا اي حاجه. ما هي تعبانه شويه. تعبانه؟ اه. لا الف سلام عليها. طب ممكن تشوفيها كده تقولها زياد بره، لو محتاجه حاجه من بره، محتاجه اي حاجه عرفيني. لا شكرا. معلش ادخلي لها، انا مش همشي من هنا لما انت تخشي لها وتساليها هي عايزه حاجه ولا لا. طب معلش. ينفع بس ارجل الباب؟ عادي لو كده اقفليه وانا واقف بره. لا جنات خليكي واقفه هنا. ياسمين. ايه يا سند؟ عامله ايه؟ بس مش هتطلعي يا بنتي ولا ايه؟ مش قادرة، سيبيني كده. طيب زياد جارنا واقف على الباب بيطمن عليكي وبيقولك لو عايزه اي حاجه. عايزه حاجه من تحت ولا حاجه؟ زياد هو فين؟ بره واقف على الباب. ما تسيبوش يقف على الباب كده، ما يصحش. مش قلت له ان انا نايمه؟ قلت له ان انت مريحه. طيب مش هتلاقيه بيطمن فيه الخير. قولي له ان انت سالتيني وان انا بشكره قوي وبقول له عايزه سلامته، يعني انا كويسه مش محتاجه حاجه. ماشي اشكريه بس. ماشي. عم زياد ياسمين بتقول لك هي متشكره على اسالك قوي ماشي، وهي لا مش عايزه حاجه من تحت. متاكده ان هي مش محتاجه اي حاجه؟ اه. طب على العموم قول لها زياد موجود النهارده هنا، لو احتاجت اي حاجه من بره ايا كان هو تعالي عدى عليا وانا اروح اجيبها لها. ما تتعبوش انتوا نفسكم في اي حاجه. ماشي ماشي. هستاذن انا، لو احتجتوا اي حاجه زي ما انا قلت لك. حاضر. ويبقى سلمي لي عليها. الله يسلمك. فك كده يا محمد، مفيش حاجه والله مستاهله ان انت تزعل وتضايق نفسك علشانها. وبعدين خد هنا بقى، انت عمال تعلمني. انا نفسي اجي في مره اشوفك بتسالني على حاجه اعملها جميله فيا يا شيخ. واللي انت بتعمليه ده جميل كبير قوي فوق راسي. على ايه؟ شايفاني متضايق ومخنوق وبتحاولي تطلعيني من المود اللي انا فيه ده، في حد ذاته حاجه كبيره بالنسبه لي. لا احنا زمايل ما تقولش كده. وبعدين هو الزميل ليه عنده زميله يعني. انت بجد حد كويس وحد محترم قوي يعني، كتر خيرك والله. والله بس انا انت غصب عني محترم. معلش. الكام يوم اللي انا قعدتهم دول في الشغل مقفول، ما فكتش غير لما طلعت معاكي دلوقتي، وكتر خيرك على الحته دي.
في مشاكل كتير قوي وامور نفسيه بمر بيها ومشاكل مع والدي في البيت. ان شاء الله بكره كل حاجه تتحل. بعدين ما فيش حاجه بتفضل على حالها، طبيعي كلنا بنتخانق مع اهالينا وبيزعلوا مننا وبنزعل منهم، وبعدين بنرجع نتصالح ونبقى احسن من الاول، ولا ايه؟ اكيد طبعا. بعدين كل حاجه هتتحل. وبعدين انا مش عايزاك بس ان هو انت تحط تفكيرك في المشاكل وكده. الحياه حلوه قوي ومحتاجه ان هي تتعاش صح، بس احنا اللي نفهمها. الحمد لله. قولي الحمد. قولي لي بقى، تحبي تتغدي ايه النهارده؟ اعزمك على الغدا. لا انسى الموضوع ده. لا انا دلوقتي اصلا هقوم علشان والله خالته وماما عازمه خلاني كلهم، فلازم اكون موجوده. حقك عليا، كان نفسي افضل معاك والله علشان انا شايفك متضايق. ده انا كده عايز اقول لك مبسوط قوي، يعني كفايه انك خليت على الاقل الابتسامه رجعت لوشي شويه. بس انا انبسطت ان انت ضحكت تاني يعني. تسلمي يا ندى، ربنا يخليك. خلاص هشوفك بقى بكره في المكتب ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي، بعد اذنك. وميرسي قوي يا ندى. على ايه بس؟ ما تقولش كده. بعد اذنك. مع السلامه. والله يا ندى دي طيبه قوي، كويسه، على الاقل قدرت تخرجني من المود اللي انا فيه شويه. ربنا يبارك لها يا رب. حساب لو سمحت. ياسمين ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا يا زياد. ايه خير؟ بقالي كتير ما بشوفكيش يعني. ما صدقت ان انا شفتك. ربنا يخليك يا زياد، انا كنت تعبانه شويه وما كنتش بروح الشغل. اخواتك قالوا لي. انت عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله اتحسنت شويه. يا رب دايما. كويس ان انت بخير. انا قلت لهم لو انت كنت محتاجه اي حاجه كنت اجيبها لك من بره، محتاجه علاج ايا كان هو يعني، كانوا يعرفوني كده وانا كنت جبته لك. بصراحه قالوا لي ان انت سالت عليا اكتر من مره وانا متشكره قوي. مش عارفه اقول لك ايه بجد لسؤالك ده. لا شكر ايه؟ مفيش شكر ما بيننا. وبعدين سيبك بقى من الشكرانيه والحاجات دي. احنا لينا معزه يعني، انت ليكي عندي معزه خاصه. وبعدين عايزه اطلب منك طلب كده بعد اذنك. اتفضل. هو احنا ممكن نتقابل بره نقعد نتكلم مع بعض شويه؟ يعني في حاجه يعني تستدعي ان احنا نتقابل؟ كنت عايزك اتكلم معاك في موضوع كده 5 دقايق، مش هاخد من وقتك كتير يعني. طيب يا زياد هشوف كده، لو عرفت النهارده هكلمك، لو اتاخرت في الشغل بخليها بكره او حاجه. خلاص ماشي، استناكي. ماشي 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 يا ياسمين. ماشي. عايز حاجه؟ لا خدي اللي بقى كنت ماشي. ماشي. شكرا يا زياد. خلي بالك من نفسك. انت كمان. هستنى منك ان انت تقولي لي نتقابل ونقعد مع بعضنا امتى. حاضر ماشي، اقرب وقت. يلا باي. باي. خلي بالك من نفسك. ماشي وانت كمان. هي هنا اتأخرت كده ليه؟ مش عارفة اتأخرت كده ليه. احنا هنذاكر ولا هنلعب؟ الاتنين، هنذاكر وهنلعب. هنذاكر شوية وهنلعب شوية. ماشي، فين الوقت؟ مش عارفة، كان شوية وجاية. خشي يا هنا، الباب مفتوح. طيب ماشي. عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سندي؟ ازيك يا هنا؟ ازيك يا جنة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. جاي بقى النهاردة نذاكر مع بعض ونلعب مع بعض. ماشي؟ ماشي. نبدأ بالمذاكرة ولا اللعب؟ أي حاجة اللعب يعني. الأول عشان المذاكرة لو ذاكرنا وجينا نلعب هننسى كل حاجة. طيب يلا نلعب 15. ماشي. يلا 15. ماشي 15. احنا هنلعب بجد بقى. 1 2 3 4 5. ما تقولي 6 يا لا بنتي. ما هو انا هنلعب 15. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بوم يا بنتي. احنا مش بنلعب بوم. قولي اطلعي بره، انت كده كده جاي عليك 15 لما قالت كمل. يلا. صح، معلش نسيتها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 11. استنى 16. نبدأ في المذاكرة ولا نلعب شوية كمان؟ تعالي نلعب شوية كمان بس بالسكيت بقى. لا بلاش عشان ما حدش يقع مثلا يتعور او كده. لا انت هتزقوني بيه. خشي هاتي المذاكرة عشان نقعد نذاكر. يلا
ماشي. هنذاكر. تنزلوش تقعدوا معايا ليه في الشقة؟ ماما ما بترضاش. ازيك يا سنت، عامله ايه؟ ازيك يا عم زياد، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. ياسمين هنا؟ ايوه بس جوه. طيب ماشي، ممكن تديها بس الهديه دي؟ ماشي. قول لها دي بمناسبه عيد ميلادك وكل سنه وانت طيبه. وزياد بيقول له خدي دي وهيستناكي بعد ساعه على الكافيه اللي على اول الشارع. ماشي. ماشي. المهم توصلها دي حالا دلوقتي، متركنيش عشان عارفك ساعات بتسرحي في الاندومي كده عيب. وبتنسي. يلا. ماشي. ماشي. يلا ادخلي. ادخل. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. بقولك ايه، زياد جارنا بعتلك الهديه دي بمناسبه عيد ميلادك، وبيقولك كل سنه وانت طيبه، وكمان بيقولك بعد ساعه مستنيكي في الكافيه اللي على اول الشارع. زياد جارنا اه. جايب لنا هديه؟ ايوه. وقالك عشان عيد ميلادي؟ ايوه. غريبه، هو عارف اصلا عيد ميلادي منين؟ بعدين هو انا عيد ميلادي امتى اصلا؟ النهارده. غريبه قوي. هو الراجل ده عرف منين ان النهارده عيد ميلادك؟ مش عارفه بجد، كمان مهتم وجايب هديه يعني. غريبه. طيب هو قالك ان هو مستنيني بعد ساعه؟ على الكافيه اللي على اول الشارع. طيب ماشي خلاص يا سندي، روحي انتي. ماشي. جايب لي فستان. الله، ايه الجمال ده؟ بس غريبة قوي، جايب لي فستان وعارف عيد ميلادي. يا ترى يا زياد بتفكر في ايه؟ ماشي، هقوم الحق البس. ايه ده؟ محمد؟ غريبة. الو. ازيك يا ندى، عامله ايه؟ ازيك يا محمد، ايه الاخبار؟ طمني عليك. بخير والله الحمد لله. تستاهل الحمد. معلش بقى اذا كنت بتصل في الوقت ده، يعني قلت تكوني نايمه بعد ما روحت من الشغل او حاجه، بس بصراحه كان لازم اكلمك يعني. لا قاعدة بتفرج على التلفزيون ولا يهمك. ماشي ندى، انا كنت عايز اشوفك. إيه خير، انت كويس؟ لا انا كويس الحمد لله. طب بس الحمد لله. ضروري يعني. عيوني. طب فين؟ يعني بكرة نتكلم في الشغل. لا بصراحه اللي انا عايزك فيه مش هينفع يتاجل لبكره، وفي نفس الوقت مش هينفع الكلام في الشغل قدام موظفين وكده. طب تمام. نتقابل فين او ازاي وامتى؟ نتابع على نفس الكافيه اللي كنا قاعدين عليه المره اللي فاتت. خلاص ماشي تمام. انا هسبقك على هناك دلوقتي واستنى. دلوقتي؟ يا ريت. حاضر ماشي خلاص يلا. ماشي يا ندى. هحصلك. يلا سلام. باي. ايه ده؟ خير في ايه يا ربي؟ هو انا ليه هفضل اسال نفسي؟ ما هروح واشوف ايه الدنيا، ان شاء الله خير يعني. غريبه اول مره محمد يطلب ان احنا ننزل نتقابل كده، وبالذات ان هو قال لي ان هو الحمد لله كويس يعني عن اخر مره. يمكن عايز يتكلم معايا شويه ولا حاجه. عادي زميلي، ولازم انا اقعد اسمعه واشوف مشاكله، يمكن اخفف عنه شويه وحالته النفسيه تتحسن. زياد طيب. ياسمين اتفضلي. شكرا. عادي. انا اتأخرت عليك؟
لا ولا اي تأخير، بالعكس المكان نور بيكي. اتفضل. ورد كمان؟ دي حاجة قليلة. تسلم ايدك يا زياد. قلت مش هلاقي اجمل من الوردة الحلوة اللي في حياتي كلها. بصي يا ياسمين، انا مش عارف اجيبها لك ازاي، وبصراحة متشتت قوي. انا بحبك من زمان قوي، وما كنتش لاقي الوقت المناسب ان انا اجي اعبر لك عن اللي جوايا وان انا اقول لك الكلام ده غير دلوقتي، لما لقيت نفسي ان انا مستعد وان انا قد الكلمة دي وان انا فعلا قد المسؤولية. انا صحيح بقابلك وجيران، وكان المفروض ان انا حاجة زي كده مخبيهاش واقولها لك على طول، بس ما كانش ينفع. ياسمين، انا مش عارف اجمع الكلمتين على بعض بصراحة، بس اكيد انت حاسة باللي انا عايز اعبر لك عنه واللي انا عايز اقوله لك. الحقيقة ان انا حاسة ومتفاجئة ومستغربة. بس انا حقيقة بحبك، ونفسي ان انا وانتي يجمعنا بيت واسرة والدنيا كاملة. على فكرة بقى، موضوع عيد ميلادك عشان ما تسأليش عنه، انا بتابع الايميل بتاعك من زمان قوي وعارف عيد ميلادك وعارفه باليوم والتاريخ وبالوقت وكل حاجة. فعشان كده قلت مفيش غير النهاردة ان انا اجي واقولك واجيب لك الهدية واقولك كل سنة وانت طيبة، واخليها بدل فرحة وقعدة يبقى فرحتين. وانا طبعا بشكرك على الهدية، وانا اتفاجئت قوي ان انت اصلا عارف عيد ميلادي واهتمامك، كمان ذوقك حلو قوي، بيشبه ذوقي، يعني كأنك مركز في لبسي وكده. لا ولا لبس ولا حاجة، انا حاسس اصلا هو بصراحة هياكل منك حتة، بس يعني حاجة ما قدرتش انقي غير اللي انا شايفه حلو هيليق عليكي. بالعكس هو شبه مع ان انا لو كان على عيني كنت جبت لك الدنيا كلها وفرشت لك الدنيا كلها ورد وجبت لك جميع ما تتخيليه، بس ان شاء الله ده كله هنعمله في المستقبل انا وانتي ان شاء الله يا زياد. بس انا كنت عايز اسالك سؤال. اسأل. انتي ايه وجهة نظرك من ناحيتي؟ هل معتبرني اخ، صديق؟ ايه اللي انت حاسه بيه والمشاعر اللي جواكي ناحيتي؟ هقولك، بصراحة في الأول أنت كنت بالنسبة لي مجرد حد جاري وشخص جدع ومحترم وفي حاله، كمجرد جيران يعني. عشان كده كنت بطمن أقف أتكلم معاك أو كده، إن أنا شايفاك حد كويس جدا من بعيد. بس بصراحة الأزمة اللي مريت بيها، يعني الفترة اللي فاتت اللي أنا كنت تعبانة فيها دي، اهتمامك وسؤالك عليا المستديم على طول، وحتى قبل ما اتعب بصراحة، بس فترة تعبي هي اللي خلتني اركز ان انت من زمان قوي وانت مهتم بيا وتسألني دايما لو محتاجة حاجة او لا. انا مش معنى ان انا كنت باجيلك في وقت ازمتك وبسأل عليكي، لا، انا ربنا وحده اللي يعلم انا بسأل عليكي من زمان قوي، مش عشان خاطر سألت عليكي في فترة ازمتك تحس ان انا مثلا ان انا جايلك ومستني نقطة ضعفك ان انا اخشلك من ناحيتها، لا طبعا اكيد ما حسبتهاش كده، عشان انت اصلا ما كنتش تعرف مالي، ولحد دلوقتي انت ما تعرفش غير ان انا كنت تعبانة بس. انا ما كنتش اعرف غير كده. عارفة. فبصراحة كده بقى انا فكرت وخدت خطوة كبيرة في حياتي وان شاء الله مش هتكمل غير بيكي. انا عايز اجي اتقدم لك. وانا مش هكدب عليك يا زياد وهقول لك ان انا بصراحة انا لحد من كام يوم عمري ما كنت اتخيل ان انا هرتبط اصلا الفترة دي، او ان انا ممكن ارتبط باي شخص ما، بس ما اعرفش سبحان الله انا فجأة كده حسيت جوايا ان في مشاعر كده جميلة وحلوة، وان انا ما اعرفش حسيت براحة كبيرة قوي اتجاهك، ما اعرفش حسيت كأني بعرفك من اول وجديد مثلا، حاجات كتير. انا فاهم كل ده. طب ايه رأيك لو انا موافقة.
من قبل ما تكمل. بجد؟ بجد. ده اسعد يوم في حياتي. طب بص بقى، انا هجيب اهلي النهارده ونيجي نتقدم، وشوفي انت عايزه تحددي الفرح امتى وانا معاكي. ده بقى زي ما يريحك، شهر 2 3 سنه، لو عايزاه من بكره انا معاكي. ده شيء يفرحني ويسعدني ان انا وانتي نكون في بيت واحد. ده عندي بالدنيا كلها بجد. بس انت طبعا عارف ان انا عندي اخواتي عارف منهم. اخواتك في عيني، واكيد طبعا هاخد بالي منهم، ومش هخليهم محتاجين اي حاجه ومن ناحيه المصاريف ما تشغليش بالك بمصاريفهم. لا مش فكره مصاريف، عادي انا كده كده بشتغل وشايلاهم. هي فكره بس ان انت يعني ما تعملش عليا اي ضغط بسببهم. ولا اي ضغط ولا اي حاجه. على فكره انا كنت متاكده ان انت هتوافق. بجد؟ بجد. طب ايه رايك بقى انا مش موافق؟ لا انا عارفه انك هتوافق، عشان عارفه ان انت قد ايه من جواك انسان طيب واصيل. والموضوع اللي عندي ده حاجه عاديه، يعني ان انا معايا اخواتي عادي. لا هو ده حاجه ما تزعلش، واي شخص فينا وارد انه يحصل معاه الظروف دي ويبقى معاه اخ او اخت وملزوم منه. صح عندك حق. انا لما بشتري انسان اللي قدامي بعيوبها بحلاوتها بكل حاجه فيها. انا عايزك انت كشخص، وعايزك انت كياسمين، واخواتك هم اخواتي وفي عينيا الاتنين. وانا موافقه يا زياد، وحاسه ان احنا هنبتدي بدايه حلوه قوي مع بعض. طب انت تعرفي بقى ان لون الورد ده بنفس لون الروج اللي انت حاطاه؟ بجد هو فعلا كل حاجه متسيستمه مع بعضيها كده وسبحان الله. مش بقولك ان انت بتركز معايا قوي؟ شفت بقى. طيب هتشربي ايه؟ انا الوقت سرح بيا ونسيت خالص اقولك انت هتشربي ايه. هشرب شربات، ايه رايك؟ لا الشربات ده مش هنلاقيه هنا عندكم في البيت. خلاص يبقى احنا مش هنشرب حاجه. لا شوفي هتشربي ايه بجد. والله انا من فرحتي مش حاسه ان انا عايزه اشرب حاجه بصراحه. انا فرحانه قوي وما كنتش متوقعه نفسي ان انا ابقى فرحانه قوي كده اصلا. وانا كمان من فرحتي وسعادتي نسيت الفلوس في البيت. ايوه. والكافيه ما فيهوش حد، ويلا بينا عشان نروح. انا بقول كده برضه. يلا يلا. يلا. ايه القمر اللي دخل علينا ده؟ شكرا. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. معلش انا اسف ان نزلت في الوقت ده. لا ولا يهمك. ندى انا في حاجه عايز اتكلم معاك فيها. اتفضل قول. بصراحه هي الحاجه دي ما استحملش ان انا اجلها لبكره زي ما انت ما قلتي نتكلم في الشركه، وفي نفس الوقت ما تنفعش انها تبقى في الشركه. إيه غريبة يعني. بس اتفضل انا تحت امرك يعني. بصراحه انا بتعامل معاكي من زمان في الشركه، وكنت الاول بقول ندى زميلتي وبعتبرك صاحبتي بس مع الوقت لما قربت منك وتعاملت معاكي لقيتك حد محترم قوي، حد كويس قوي، وبصراحة أعجبت بيكي. ومش مجرد إعجاب عادي، لا ده أنا حبيتك، بس إزاي وإمتى معرفش. شكرا يا محمد، والله كلك ذوق يعني. كسفت بجد. يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوها، لا ده أنا بحبك. انا مش عارفة ارد اقول ايه بصراحة. موقف زي كده يعني متوترة حاسة ان الجو بقى حر فجأة. بس يعني انتي إنسانة تستاهلي كل خير، وحسيت بده ساعة وقفتك معايا لما كنت متضايق ومخنوق. لقيت لا ده واجب عليا يعني، انت لا مش زميلي واجب. وكده. انت زميلي ولازم انا اشوفك متضايق من ايه، ولازم يعني اخرجك عن المود اللي انت فيه، علشان انت زميلي ويهمني صحتك ويهمني طبعا تكون مبسوط معانا ما تعرفيش الموضوع ده فرق معايا ازاي؟ آه، ايه؟ مش عارفة ارد. طيب اللي انا بقى عايز اسألك فيه، لو قلت لك ان انا عايز اتجوزك هتوافقي ولا لا؟ لا مش عارفة. مش عارفة ارد. ليه؟ يعني مكسوفة واتفاجئت اتفاجئت.
خلاص، وانا هسيب الرد ليكي لما اكلمك في التليفون بالليل، لان في ممكن ردود فعلا ما تتقالش في الوش. لكن بصراحه انا شايف الرد في عينيكي من غير ما اسالك. لا طب خلاص اداري عينيا بقى. بص الناحيه التانية. ايه الضحكه الجميله دي؟ طب انا لازم امشي بقى عشان بجد مش قادره اقعد اكتر. طيب ماشي، انا هستأذن انا عشان مش بجد هقول لك فكري في كلامي، لان كلامي ده هيبقى اجبار عليكي. انا فرضت نفسي عليكي، فرضت حبي عليكي. مش عارفه اقول لك ايه بجد يعني. طيب استأذن انا. لا، رايحه فين؟ استني اجيب لك حاجه تشربيها. لا لا خلاص إيه؟ لا شكرا بعد اذنك. ماشي يا مان. ياه، بصراحة أنا مش عارف إن اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط، بس بصراحة هي تستاهل كل خير. ندى فعلا حد كويس وحد يتحب، بس باين كده من نظرات عينيها إن هي موافقة، وأنا متأكد إنها هترن عليا بالليل وهتقول لي أنا موافقة. ازيكم؟ ازيك يا ياسمين، عاملة ايه؟ الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. قاعدين بتعملوا ايه؟ عايزين بنلعب على التليفون. ماشي. انا مبسوطه قوي النهارده. يا رب دايما. وعندي خبر حلو. قول. زياد جارنا. الواد اللي كل شوية رايح جاي ده؟ ايوه، ما تقوليش عليه واد بقى عشان بعد كده هتقولوا لي يا انكل. ممكن. بس يا بنت، ده بقى خطيب اختك دلوقتي. خطيبك خطبته امتى؟ احنا على اتقابلنا. الكافيه اللي على اول الشارع؟ ايوه. ما شاء الله. يعني انت مشكلتك في الكافيه ولا مشكلتك المفروض تبقى في العريس نفسه؟ فين؟ بصي، هو انا بصراحه يا ساندي ما كنتش متخيله ان انا بعد موضوع محمد ممكن ارتبط بحد. انت شفت انا كانت حالتي عامله ازاي. بس بصراحه معرفش، مستغربه ان انا مبسوطه وفرحانه وموافقه على زياد. ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اوافق اصلا على اي حد. ايوه. مش عارفه، انا حباه، حاسه طيب وحاسه محترم. محترم جدا. وبيحبكوا قوي جدا برضه، دي عزينا كل شويه رايح جاي. ايوه، من كتر ما بحبكوا على فكره. أيوة انت اللي دايما عامله معاه زي ناير ونقير. لا لا لا. وكمان هو جدع بصراحه. واكتشفت كمان ان هو رومانسي. والله. اهم حاجه في الحوار يعني. فمش عارف. المهم ان انا مبسوطه جدا وفرحانه، واحنا قريب كده ان شاء الله هنتجوز، وطبعا هتبقوا معايا، مش هسيبكم. وكده كده هو شقته في نفس العماره اللي احنا فيها دي، فهتبقوا انتوا في الشقه هنا وانا معاكم مثلا، وهو لما يجي انا ابقى في البيت او انتوا معايا فوق، وكده كده مامته معانا في العماره، يعني هنبقى كلنا كده عيله في بعضينا. انت مش مبسوطه لي ولا ايه؟ ايه يعني؟ انت ال 24 ساعه بتضحكي جايه دلوقتي وما تضحكيش؟ لا لا. ازاي؟ ماشي طيب. طب وانا هلبس فستان عامل ازاي؟ هجيب لك طبعا لما يجي الفرح. بقول لك عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ هتختاري على ذوقك. هجيب لك فستان سهره جميل كده، فستان لا انا عايزه اصفر زي ده عشان تليقي على اخت العروسه. ماشي، ده عاجبك؟ ايوه. جميل صح؟ أيوة. ذوق حلو قوي. مش عارفه، مركز معايا قوي يعني، عرف ذوقي وراح جاب لي حاجات زي اللي انا بلبسها. الحته دي بصراحه برضو عجبتني كده، حسيت ان هو عنده اهتمام يعني. ماشي. عموما اخر مشكله في الموضوع ده هو فستانك، يعني اكيد هنجيب فستان. ليك انت والعكروته الصغننه دي. طيب ماشي. انا هقوم بقى هشوفه كده، هو تقريبا جه، او هرن عليه، او يعني هطمن عليه واجي على طول. انت لحقتي تروحي وتاجي يعني؟ انت لسه كنت معاه في الكافيه يا حبيبتي؟ ايوه، ما هو وصلني. انت ناسيه ان احنا ساكنين فوق بعض. نسيت الكام سلم اللي طلع. فانا ممكن هنادي عليه بس اقول له على حاجه نسيتها وهاجي على طول. من اولها كده تباتا. روحي يا حبيبتي، روحي. مش عايزه اضحك، روحي. مش هرد عليك، انا عذراكي. بصراحة الفكرة كلها عجباني.
بتمنى من اي حد ان هو ما يوقفش حياته على حد كان بيحبه، لانه طبيعي الحد التاني هيشوف حياته برضو. الحياة ما بتقفش عند حد معين. طالما احنا عايشين وبنتنفس نقدر نكمل حياتنا بالشكل الطبيعي، والدنيا ما بتقفش على حد. وهو الحب حاجة حلوة وحاجة كويسة جدا ان احنا نبقى مخلصين للشخص اللي قدامنا، بس ده مش معناه ان احنا نبعد او نسيب بعض يبقى اخر المطاف. كل واحد بيشوف دنيته وحياته، والنصيب النصيب بيحكم على اي حد. وبشوف ان يا رب يا رب اي اتنين بيحبوا بعض ما يسيبوش بعض لاي سبب من الاسباب يعني. بس خد يا زيزو، خد يا محمد. خد انت. انا معايا مايك بصوا يا جماعة، هو مضمون الرسالة بالنسبة لنا ان الحياة دايما ما بتكونش عواطف وبس. يعني لو البني ادم هيعيش على قد العواطف لا، ودايما الاهل بيتدخلوا في شؤون اولادهم في موضوع الجواز او الارتباط او الكلام ده كله، فبيحاولوا ان هم يشوفوا الاصلح والاحسن لابنهم. بس الحاجة دي بتبقى غلط، يعني الحاجة دي بتبقى مش كويسة. احب ان انا اوجه رسالة لكل الشباب انك ما توقفش حياتك على حد. والرسالة الاولى للبنات قبل الشباب، انا اسف البنات، ان قطر الحياة دايما ما بيقفش على شخص واحد. ماشي، عيشي حياتك، عيشي مستقبلك، شوفي دنيتك وبس. كلمة بقى، انا بصراحة مش قادر اجمع الكلام. استاذة ياسمين هي الاستاذة بتاعتنا في موضوع الرسالة ده. شكرا يا محمد، ده من ذوقك. بس هدف الرسالة النهاردة بوجهها أكتر للبنات أكتر وللشباب برضو الاتنين، بس البنات أكتر عشان البنات بطبيعتهم يعني العاطفة عندهم بزيادة شوية، فلما بيحبوا الموضوع بيدخل معاهم في قصة إن دي نهاية العالم. فأنا مثلا أشوفها خارجة من علاقة وهي مجروحة، أو هي فاكرة إن هي مش هتقدر تكمل حياتها تاني مع حد تاني. فأنا ده كان مضمون الفكرة النهاردة، إن فكرة البنت لما بتفتكر ان اول حب هو اخر حب في حياتها، ده مش حقيقي يا جماعة. الحقيقة ان اول حب او الحب الحقيقي في حياتنا هو اخر حب، مش اول حب بنحبه. وارد نحب مرة واثنين وثلاثة، وربنا خلق القلب متقلب من رحمته بينا، يعني عشان لما نتعلق بحد ويسيبنا فنقدر ان احنا نكمل تاني ونبدأ من اول وجديد. فاللي عايزه اقوله، ما اي بنت بتحب لاول مره في حياتها، او ان دي اول مثلا تجربه او اول حب وطلعت منها بصدمه، ايا كان بقى انتوا سبتوا بعض ليه، الاهل رفضوا، النصيب، لازم نعرف ان الجواز في الاول وفي الاخر اصلا هو بيبقى نصيب ده وربنا بيبقى كاتبه، ملناش فيه حيله. ولكن مشاعرنا طبعا دي اللي احنا نحاول ان احنا دايما نقويها بفكره ان مادام حد خرج من حياتنا خلاص بقى، هو سواء بقى في حب، سواء سابنا ليه، احنا اللي سيبنا، هو اللي ساب، الحاجات دي ما بتفرقش ساعتها. اللي عايزه اقوله ان كملوا حياتكم من اول وجديد، وخلي عندكم قوه وايمان بربنا سبحانه وتعالى ان هو هيبعت لكم الحد اللي يطبطب على قلوبكم. اي حد خارج من جرح او حزين او حاسس انه ظلم، صدقيني ربنا هيبعت لك حد احسن بكتير ويطبطب على جرحك ويحبك وتحبيه، لدرجه ان انتي تفتكري انه انا ما كنتش بحب قبل كده حقيقي، والشعور ده يجيلك انه انا لا، ده اللي قبل كده ما كانش حب، ده كان ممكن حاجة تافهة او اي مشاعر تانية، ولكن انا دلوقتي بعيش الحب الحقيقي اللي يستاهلني واللي يكمل معايا. فاللي عايزة اقوله ان فكرة، بس يعني عايزين نشيل من دماغنا فكرة ان الحب الاول ما بيجيش تاني، او ان قصة الحب دي ما بتتعوضش تاني. لا، الحاجات دي بتتعوض، مش دي الحاجات اللي ما بتتعوضش، الحاجات دي بتتعوض. وحبك الاول هو حبك الاخير اللي مكمل معاك، واللي بيشاركك كل مشاكلك وكل حياتك، وبياخدك بعيوبك ومميزاتك، ما بيفصلش اي حاجة فيك عن التانية، بياخدك كده باكج على بعضك. فهو ده الحب الحقيقي اللي نقدر نقول احنا حبينا بجد ومكملين معاه. اتمنى تكون رسالتي بجد وصلت للبنات بالذات، عشان عايزاكم تقووا كده شوية، واي حد يسيبكم تسيبوه قبل ما يسيبكم، واي حد يشتريكوا تشتروه قبل ما يشتريكوا. اتمنى تكون الرسالة وصلت.
مش هتقولي حاجة؟ مش لاقي حاجة اقولها. بحبكوا. بحبك. جو حر اوي الصراحة.